تعالى يا زملكاوي افكرك بالمعلومة دي عشان تعرف انك انت بتكذب وعايش في دور المظلومية، وكمان عشان تريح نفسك من الصياح والزيطة اللي انت عاملها. وصحفي زملكاوي وهبدة جديدة على النادي الاهلي بيؤكد انه لاعب نادي الزمالك هينتقل للنادي الاهلي في الموسم القادم عن طريق الكوبري ده. يا عيني، طالما قلت كوبري تبقى زملكاوي أصيل. وأكبر خطأ لإدارة النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الحالية. قبل ما ندخل على التفاصيل، أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما بألف خير، وأتمنى من حضراتكم اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. وخلينا نبدأ عند جمهور وإعلام وصفحات نادي الزمالك من بعد تعادل النادي الأهلي وكل ما هو زملكاوي. جمهور وإعلام وصفحات في حالة من الصياح والزيطة اللي كانوا هم عاملينها كده بسبب تعادل النادي الأهلي. ومش ده السبب الوحيد، لا، ده واخدين الكلام في سكة تانية خالص. الكل بيأكد انه بالرغم انه الزمالك ما عملش صفقات وما صرفش الموسم ده زي النادي الأهلي، ما صرفش زي النادي الأهلي، وفي إيقاف قيد وأزمات ومشاكل، ومع ذلك منافس قوي على بطولة الدوري ومتفوق كمان على النادي الأهلي في جدول الترتيب لو فاز في مباراة كهرباء الإسماعيلية. يا عيني، طيب، متفوق في الدوري أو متساوي والكلام ده كله ماشي، لكن تعالى هنا وفهمني يعني إيه الزمالك ما صرفش الموسم ده في الصفقات؟ بتكذب. وعشان كده بقول لك تعالى أفكرك ويعني أفهمك كده المعلومة اللي حصلت في بداية الموسم في فترة الانتقالات الصيفية اللي كانت بداية الموسم. الزمالك هو أكتر نادي في مصر وداخل أفريقيا كله صرف فلوس على الصفقات، وده مش كلامي، ده كلام موقع ترانسفير ماركت. موقع ترانسفير ماركت أكد إنه الزمالك صرف في سوق الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم حوالي أكتر من 7 مليون يورو. أكتر من 7 مليون يورو. يجي بعد منه النادي الأهلي ب5.5 مليون يورو. يعني الزمالك صرف فلوس في تعاقدات مع لعيبة أكتر بكتير من النادي الأهلي، تقريبا التلت، 7.5 تقريبا، والنادي الأهلي 5.5. ويجي زملكاوي تعبليلة يقول لك والله أصلا ما صرفناش على الصفقات. ازاي ما صرفتش يا حبيبي؟ انت ما تعاقدتش مع لعيبه في يناير عشان ايقاف قيد، ولكن انت اكتر نادي في مصر وداخل افريقيا كلها، داخل القاره كلها، صرفت فلوس. بس عشان تعرف انك انت بتكذب. ودايما بقول انه اي زملكاوي لما بيطلع يتكلم لا بيكون حافظ ولا فاهم، ولكن في الاخر هو معذور لانه زملكاوي. طيب، نروح لهبدة الصحفي الزملكاوي. دايما بقول انه طالما الصحفي ده زملكاوي يبقى لازم 90% من كلامه هيكون عن النادي الاهلي، وعشان يكون متواجد على السوشيال ميديا وعلى القنوات وكل مكان لازم من وقت للتاني كده يهبط هبدة كده على النادي الاهلي بعيدة عن الحقيقة وبعيدة عن المنطق والعقل وكل شيء. وده اللي بيعمله في الفترة الأخيرة خالد طلعت الصحفي الزملكاوي اللي دايما بيظهر على قناة MBC مصر، بيتكلم في الإحصائيات والأرقام والكلام ده كله. طبعا هو بقاله فترة كده الفترة الأخيرة وما يعديش يوم والتاني إلا يطلع علينا بهبدة كده على النادي الأهلي. آخر هبداته دي أكد إنه لاعب نادي الزمالك دونجا، وده لازم نقول لاعب الزمالك السابق انه خلاص اتباع، اكد انه هو هينتقل للنادي الاهلي عن طريق كوبري نادي النجمة السعودي، وانه النادي الاهلي هو ورا خروج دونجا من نادي النجمة السعودي، من نادي الزمالك لنادي النجم السعودي، وانه دونجا هيكون في النادي الاهلي في بدايه الموسم القادم، لانه النادي الاهلي اولا بيدور على بديل لديانج، ودونجا ده افضل بديل لديانج كلاعب رقم 6 في وسط الملعب. وانه كمان الناس اللي ما تعرفوش انه دونجا اهلاوي من صغره،
يا عيني، وكان يتمنى دايما انه هو يلعب في النادي الاهلي، ومجرد الخروج من الزمالك هيكون متواجد في النادي الاهلي الموسم القادم. طيب طالما قال كلمة كوبري والنادي الاهلي عمل كوبري وبتاع، تعرف ان هو زملكاوي اصيل، زملكاوي اصيل، نفس العقلية ونفس التفكير. طيب بالعقل والمنطق، دونجا كفنيات يصلح للنادي الاهلي؟ لا. طيب لما النادي الاهلي هيدور على بديل لديانج، هيجيب دونجا؟ مستحيل طبعا، ده مستحيل. دونجا كارثي في نادي الزمالك، يعني جمهور الزمالك نفسه فرحان ان دونجا مشي. كوارث في وسط ملعب نادي الزمالك، ما بيلعبش اساسي في منتخب مصر. لو هنتكلم على شحاته اقول لك ماشي، يستاهل انه يلعب في النادي الاهلي شحاته، ولكن دونجا طبعا مستحيل، لا فنيا ولا سلوكيا ولا انضباطيا ولا اي شيء في دونجا يخليه يصلح انه يرتدي شرف، يعني يكون عنده شرف ارتداء الفانيلا الحمراء، فانيلة النادي الاهلي، مش موجود. طيب هل دونجا يستاهل ان النادي الاهلي يدفع فيه حوالي $1,000,000؟ ليه؟ لانه النجم السعودي دفع في دونجا تقريبا $1,000,000. طيب دونجا دلوقتي 30 سنة، الاهلي هيجيبه يعمل ايه؟ ويستاهل ان ادفع فيه $1,000,000؟ طيب النادي الاهلي هل بيملك العلاقات قوية جدا ويعني جامد جدا بالطريقة دي انه يخلي نادي النجم السعودي يدفع $1,000,000 في دونجا والموسم الجاي يجيبه وده يبقى كوبري؟ لا طبعا. النادي الاهلي لو قال لدونجا تعالى هيفسخ عقده مع الزمالك وهيجي، لكن النادي الاهلي لا فكر ولا هيفكر، ولا احنا كجمهور النادي الاهلي هنقبل انه يكون دونجا متواجد في النادي الاهلي. فياريت تريح نفسك كده من الهبد اللي انت فيه الفترة الأخيرة يا خالد يا طلعت. طيب أختم مع حضراتكم بأكبر أخطاء النادي الأهلي أو خطأ النادي الأهلي في انتقالات الشتوية الحالية. كلمت من فترة وقلت من أول ما ابتدت بعض الأخبار تؤكد أن النادي الأهلي بيسعى للتعاقد مع أحمد عيد لاعب النادي المصري، وخروج عمر كمال عبد الواحد إعارة لنادي سيراميكا، قلت أنا وجهة نظري إني أنا شايف إن عمر كمال أفضل بكتير جدا من أحمد عيد، فنيا سلوكيا انضباط في الملعب، لاعب بتعرف تستخدمه في أكتر من مركز، لعب فترة في كجناح وبيلعب كباك وبيلعب كباك شمال كمان. فإنك أنت تخرج واحد بإمكانيات الفنية الكبيرة جدا زي عمر كمال وتجيب أحمد عيد، ده خطأ كبير جدا، ده من وجهة نظري، يعني ده خطأ كبير جدا من وجهة نظري، لأنه فرق شاسع ما بين عمر كمال وأحمد عيد عبد المالك، وأحمد عيد لاعب أحمد عيد الله يمسيه بالخير، وأحمد عيد الباك اليمين الجديد للنادي الأهلي. وانا هنا مش بتكلم على المستوى اللي ظهر بيه في مباراة البنك الاهلي كاول مباراة يلعب كاساسي مع النادي الاهلي، لا خالص. انا دايما ما بحكمش على اللاعب من اول ولا ثاني ولا خامس مباراة طالما لسه في البداية، ولكن انا شايف انه احمد عيد لا يصلح انه هو كان ينضم للنادي الاهلي. وحتى في وجود محمد هاني فرق كبير جدا ما بين محمد هاني واحمد عيد، فكنت شايف انه الإبقاء على عمر كمال كان أفضل بكتير جدا من التعاقد مع أحمد عيد. وبرضو أتمنى من جمهور النادي الأهلي الصبر، ربما يعني دي احنا كل وجهات نظر، ولكن ربما يعني اللاعب ينفجر فنيا مع النادي الأهلي ويتألق مع النادي الأهلي، ولكن دي وجهة نظري إنه الإبقاء على عمر كمال كان أفضل من التعاقد مع أحمد عيد. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي. ولسه النهاردة النتائج نتيجة خسارة بيراميدز من سموحة، يعني دوري غير خارج التوقعات تماما. وزي ما قلت لحضراتكم في الفيديو اللي فات، لسه الدوري طويل ولسه المشوار طويل جدا، فلسه في كله هيكسب وكله هيخسر وكله هيتعادل.
اتمنى ان النادي الاهلي ما يبصش لنتائج لا بيراميدز ولا سيراميكا ولا الزمالك. اهم حاجه نبص لوضعنا احنا، نشوف احنا فين، صحح من اخطائنا، خصوصا ان احنا بطولتين اتنين اللي احنا بنلعب فيهم السنه دي معناش غيرهم، دوري الابطال افريقيا والدوري فقط. على الاقل خروج ببطوله من واحده من دول على الاقل، يعني اما الدوري اما دوري الابطال، لكن تخرج بموسم صفري بالنسبه لي مش هيكون مفاجئ، لان احنا دخلنا اصلا الموسم خطا. يعني احنا دخلنا الموسم بكل شيء خطا، يعني كل شيء خطا احنا عملناه او ممكن يتعمل في الكوره اداريا وفنيا وكل شيء احنا عملناه في بدايه الموسم، من اول اختيار ريبيرو لطريقه الصفقات لعدم وجود مدير كوره قوي يقدر يسيطر على اوضه اللبس، فلتت فتره كبيره جدا. فحاجات كتيره جدا داخل النادي الاهلي حصلت في بدايه الموسم يخليك انك انت الموسم ده يطلع موسم كارثي. يعني احنا حققنا السوبر المصري على حساب نادي الزمالك بطوله، لكن ما ينفعش النادي الاهلي بكم النجوم الموجود فيه ده انه يطلع بالسوبر فقط لا غير. فانا مش بتكلم كلام محبط، اتمنى ان النادي الاهلي يحصل على دوري الابطال افريقيا ويحصل على بطوله الدوري، ولكن بالنسبه لي لازم بامر الله وفضل الله وباذن الله النادي الاهلي يحصل على بطوله من الاثنين دول، لا اما الدوري لا اما دوري ابطال افريقيا، عشان ما يبقاش الموسم كارثي كارثي. ولو حصل انا يعني ما كسبناش اي بطوله من دول، انا مش هكون مستغرب، لان زي ما قلت لحضراتكم كل شيء خطا ممكن يتعمل في كره القدم اداريا وفنيا احنا عملناها في بدايه الموسم. اخر كلمه، سالت كتير في التعليقات على صفحتي على الفيسبوك حول رايي في تورب، وقلت انه تورب مدرب منضبط تكتيكيا، ولكن مش هيقدم لك الكوره الممتعه اللي شفناها مثلا من فايلر او شفناها فترات من كولر. ده رايي. وانه ساعات بحس ان تورب مش بيجهز للمباريات بشكل كافي، او مش بيذاكر الفرق اللي بتقابلنا بشكل قوي. ده وجهة نظري، ولكن برضو اتمنى له كل التوفيق، وان شاء الله القادم افضل للنادي الاهلي. مش هطول على حضراتكم اكتر من كده، اتمنى في نهايه الفيديو اللايك للفيديو والاشتراك في القناه. سلام.